أيضا الرزية، مسألة منع النبي لا يكتب الكتاب، رزية يوم الخميس، رزية الخميس. نعم. أعطوني أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا. نعم. فضجوا وكرهوا ذلك وتعبوا، ويكفينا كتاب الله. هي ثابتة في الصحيح؟ طبعا في، أنا لا أصحح إلا في هذه الأمور الحساسة. يعني لو كان هذا الإسناد في البخاري ومسلم فقط بإسناد واحد ما أخذت به. هو موجود ب3 أسانيد في البخاري ومسلم. رزية الخميس، نعم، يعني موجود من أكثر من الطرق، من أكثر. طبعا طريق ابن عباس هو الأشهر، لكن روي من طريق جابر بن عبد الله ومن طرق وماذا أخرى. بها هذه الرزية؟ يعني ما الإساءة اللي فيها؟ يعني قالوا أن الرسول طلب كتف ودوات. طيب، قال حسبنا كتاب الله. ما الضرر في هذه القضية؟ طبعا أنت تعرف الضرر في هذه القضية. لا، أنا أسأل. أي أنا تسأل. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطلب نعم أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا، لا يجوز لأحد أن يقترح الهداية البديلة، لا يجوز. جميل. فالنبي هو أعلم. نعم. لابد أن تأخذ أمره على محمل الجد، خاصة وأنه في طريق الموت. يعني لو كان مرتاحا ويعني لكان أمكن يطلب شيء تقول لعله في فرصة تراجعه. بس وهو في طريق الموت ويخبرك بأن هذا الكتاب لا تظلون بعده أبدا، نفس قصة الغدير. هو كان سيوصي بالغدير نفسها، لأن 3 أشهر المسافة من الغدير إلى كذا 3 أشهر فقط، أو يعني في 18 ذي الحجة في الحجة. نعم. لا، أقل من 3 أشهر، أقل بكثير، لأنه في سفر. فالعلة واحدة. عندما يقول في الغدير لا تظلون بعدها أبدا، ويقول بعد شهرين لا تظلون، لن تختلف الأدوات، هي نفسها. وإنما بعدما ربما لماذا فعل الرزية؟ لأن هناك تشويش على الغدير، أنه نعم أن المراد كذا، لعل المراد كذا، علي ما يبغاها، علي ما يبغى الخلافة، في إشاعات أنه التنبؤات. أيوة، قريش لن ترضى. نعم. النبي سينسخ قوله، أن كذا. هذه الإشاعات جرت. نعم. جرت وأنا وجدتها يعني من خلال البحثية، يبغى لها تطويل. يعني أراد النبي أن يحسم هذا يعني بالتأكيد ما جرى في الغدير، فأمر بهذا واضح. ففهمت من كلمة لا تظلون بعده وكلمة السر لا تظلون بعدها أبدا، فهمت. فادعي بأن يكفينا كتاب الله، وأن النبي يهدي ويهجر. هذه لا تفهم. يعني أنا ما أستطيع أن أقف مع عمر ضد النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ عمر، لا أستطيع. هو يختبر السني المحب لعمر، يختبر. عندك رسول الله، عندك عمر. النووي رسم في الاختبار، قال عمر مع حق في هذا. النووي، أي النووي في شرح مسلم. هذا رسوب هذا رسوب في الاختبار. إذن كلمة طبعا وكثير من الغلو للأسف. كلمة أخيرة. نحن أهل السنة ذم الشيعة أحيانا بالغلو، عندنا غلو. نعم. كلمة يعني أخيرة. الغدير هو يعني نص جلي من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله للإمام علي، وإلقاء المسؤولية على الأمة، والأمة فشلت في تحمل المسؤولية. هل الغدير فقط هذه المتن، هذا الحديث الذي قيل لا فقط في الغدير، ولا هناك في أيضا لا حديث؟ فيها وهو ليكن بعدي، حديث بريدة، حديث المنزلة من روادفه، من شواهده، من القرائن طبعا، حديث المؤاخاة. نعم. وأخي وخليفتي ووصي وكذا من نفسه، يعني كلها تجتمع، فضائل علي كلها تجتمع حول هذا. نعم، كلها حول هذا. نعم.